هذه أول مبادرة لتشجيع وتكريم الأطفال المتفوقين. بدأنا اليوم إن شاء الله المدرسة الأولى في عيسى، وهي عبد الله محمد بن شينون، التي قد تخرج منها الأطباء والدكاترة والعلماء وخرجت أجيال. ثم ذهبنا إلى مدرسة البشير الإبراهيمي، كذلك مدرسة محمد عبد الله بن شينون التي ترأسها السيد مدير محمد شعباني الحاضر معنا، نشكره على هذه الدعوة. وكذلك نشكر السيد عبد الله الطفطوطي كذلك غيابيا ولو ما جاءش من عند الظروف، نقدم له ظروفه. مدير مدرسة البشير الإبراهيمي التي كذلك ساهمت من أجل إنجاح التلاميذ ذا. وكذلك نشكر مدير مدرسة مدرسة عبد الحميد المديس الذي هو المؤسسات. ونشكر الحاضرين الذين لبوا الدعوة، نشكركم على حضوركم الطيب، وأولياء التلاميذ الذين حضروا بافتخار وشجاعة، وإنهم فرحين بهذه المبادرة التي قامت بها الجمعية، ولو أنها بشيء بسيط ولكنها هي لجاست كونت، هي معنويا عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مدير مدرسة عبد الله محمد بن شينون بسيدي عيسى السيد شعباني محمد. أولا نشكر مدير دار الشباب يحيى بن مالك على حسن الضيافة، كما لا يفوتني أن أشكر الجمعية الثقافية للفن والمسرح بسيدي عيسى وعلى رأسها السيد بن سنوسي حميد على تنظيم هذا الحفل الذي أراد به تكريم أبنائنا النجباء نظير تفوقهم طيلة مشوار الفصل الأول. كما أتمنى أن تلقى هذه الجمعية المزيد من الدعم والمساندة من طرف السلطات البلدية لدائرة سيدي عيسى لإكمال مسيرته وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئا ببدء تفضل نتقدم بالشكر للجمعية تاع الجمعية الثقافية على هذه المبادرة الطيبة، وين يعني كرموا أولادنا، وهذا الشيء يعني يمد حافز طيب للأولياء والتلاميذ في مبادرة طيبة نتمنى منها تكون دائما، كيفاش نقولوا احنا يعني تكون دائما كما نقولوا احنا حافز للتلاميذ باش يكونوا دائما في الطليعة وفي النجاح ان شاء الله. وبالتوفيق للأعضاء الجمعية وكل من شارك في هذه المبادرة الطيبة، ونتمنى دائما تكون ان شاء الله مبادرة طيبة كما هذه في كل المجالات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم اللي بادرت فيه جمعية المسرح في بلدية سيدي عيسى بتكريم أبناء 3 مدارس في بلدية سيدي عيسى، مشكورين على هذه المبادرة رغم أنه إمكانياتهم قليلة وضعيفة. نتمنى أنه القائمين في البلدية يوفروا إمكانيات أكثر باش تتوسع المبادرة هذه لمدارس أخرى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة هذه المناسبة الشريفة التي أتقدم إليها بفائق الشكر عن الجمعية الثقافية التي أبدرت بهذه المناسبة، التي شجعت تلاميذنا وأولادنا عن تشجيعهم في الدراسة. وباختصار شديد أشكر المعلمين والمعلمات الذين سهروا على تربية أولادنا في أحسن تربية، وفائق الشكر على الجمعية الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر جمعية الثقافة للفن والمسرح على هذه الدعوة القيمة المتمثلة في تكريم تلاميذ المتفوقين، ونقدر مجهوداتكم المبذولة وشكرا جزيلا. نشكر الجمعية الثقافية للفن والمسرح على هذه الاستضافة الجميلة، ونتمنى منهم الازدهار
والتقدم في هذا العام، وشكرا. أشكر دار الشباب يحيى بن الملك لأنهم فرحونا كثيرا وساعدون، وأشكرهم على الحفلة الثقافية هنا، وتلك الناس الذي هنا تفضلوا في هذه الحفلة كثيرا، أشكرهم. سلامات سلامات سلاما دوغات سلامات على